السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض شوربة السيفود. طعمها طبعا ما يتقارنش بأي شوربة سيفود من بره. وصفة من أشهر الأكلات البحرية اللي الناس كلها بتحبها، وهي شوربة السيفود الكريمي. الطبق ده مش بس بيشبع، ده كمان مليان فوايد. طعمه غني جدا وريحته بتبقى حلوة جدا. في ناس كتير بتفتكر ان شوربة السيفود صعبة، لكن الحقيقة انها اسهل بكتير مما تتخيلوا. فهنعملها النهاردة بخطوات بسيطة، هتقدروا تعملوا احلى شوربة سيفود كريمي في البيت، وهتتفاجئوا فعلا من طعمها. فيلا بينا نبدأ مع بعض ونشوف ازاي هنعملها خطوة بخطوة. واول حاجة معانا في شوربة السيفود وهي الاسماك. وبالنسبة للاسماك اللي احنا هنحتاجها في شوربة السيفود، فاول حاجة معانا وهي الجمبري، وده بيكون اساسي معانا في شوربة السيفود. هنجيب الجمبري وهنقشره، وهنشيل القشرة اللي عليه من بره يعني. وطبعا مش هنرمي القشر، هنعمل بيه شوربة. وبعد ما هنقشر الجمبري هنشيل منه الخط الرملي، ممكن تفتحوه كده من ظهره بالسكينة وتطلعوه منها، او حتى ممكن تطلعوه بخلة، فالاسهل ليكم اعملوه. تاني حاجة معانا وهي سمك الفيليه. ده بيبقى طعمه حلو جدا في الشوربة، ويفضل وانتوا بتقطعوه انكم تقطعوه قطع يعني زي بعض، عشان يستوي كله مرة واحدة. وكمان برضو معانا الصبيط، بنقطعه قطع زي ما انتم شايفين كده. وطبعا شوربة السيفود لازم يكون فيها كابوريا، والكابوريا لازم تتغسل كويس جدا. وطبعا كل الاسماك دي هنغسلها كويس، بس الكابوريا لازم نغسلها كويس جدا. ولو في اي زفارة من الناحية دي فبنشيلها ونغسلها تاني. وحتى كمان الجمبري بنغسله بمية وليمون، عشان ما يبقاش فيه اي ريحة زفارة. ومعاه كمان الجندفلي. والجندفلي من الحاجات اللي لازم نغسلها كويس جدا، لان هو بيبقى فيه تراب. الجندفلي اللي بيبقى مفتوح بالشكل ده بيبقى كويس، لان احنا بنعرف نطلع منه التراب. لكن اللي بيبقى مقفول ده بيبقى بايظ. فالجندفلي المقفول ما بنستخدموش في شوربة السيفود. معاه كمان الكابوريا المصنعة، بيبقى لونها احمر كده زي ما انتم شايفين. وبحب ان انا اقطعها، ما بحبش ان انا اسيبها في شوربة السيفود تكون طويلة. معاه كمان بلح البحر اللي هو الاسود ده، بس انا نسيت اصوره. ولو في نوع من الاسماك دي مش متوفرة، فبنعمل شوربة السيفود من غيره وبتبقى حلوة جدا. بالنسبة بقى لقشر الجمبري اللي احنا قشرناه، هنعمل منه الشوربة اللي هنحتاجها في شوربة السيفود. بالنسبة للخضار، معايا جزرة كبيرة قطعناها شرايح، وبصلة قطعناها 3/4، واربع خمس فصوص توم، وعندي طماطماية. في حلة على النار ملينا نصها مية، وهنستنى لعند ما المية تغلي، وهننزل فيها بالخضار وكمان بقشر الجمبري. وبالنسبة للبهارات اللي احنا هنضيفها على قشر الجمبري، معايا اول حاجة نص معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة كزبرة ناشفة، وهنضيف كمان ملح نص معلقة صغيرة او معلقة. هنقلبهم مع بعض كويس جدا، وهنسيبهم على نار هادية لعند ما يغلوا، وهنسيبهم بعد الغليان حوالي 10 دقايق. هنغطي عليها وهنسيبها على نار هادية 10 دقايق. وتعالوا بقى ما نشوف تكملة الوصفة. في حلة وسط كده هضيف فيها شوية زيت، وهستنى عندي لما الزيت يسخن، وهنزل عليها ببصلة كبيرة مفرومة ناعم. وبعدها هنشوح البصلة لعند ما تدبل وتاخد لون اصفر خفيف كده. والبصل هنا بيدي طعم حلو جدا لشوربة السيفود، وبتخلي طعمه حلو وفي نكهة كده مميزة. هنقلبها من دقيقة لدقيقتين على النار. وبعد كده هنضيف على البصل معلقة كبيرة هرمية من الثوم المفروم، وهنقلبهم كويس مع بعض. هنقلبهم لعند ما الثوم والبصل يتشوحوا كده مع بعض، وريحة الثوم تطلع. وهنضيف عليهم شوية مستكة. طبعا المستكة هنا بتدي طعم حلو جدا في شوربة السيفود. بعد كده هضيف عندي الجمبري والصبيط، وهشوحهم كده مع البصل والثوم عشان بياخد وقت شوية عند ما يستوي. هقلبهم كده تقليبة بسيطة، ويفضل ان احنا منقلبش شوربة السيفود كتير. والجمبري والصبيط بياخدوا وقت اطول شوية في التسوية، فعشان كده ضفتهم اول حاجة. بعد كده هضيف عليهم البهارات. معايا نص معلقة فلفل اسود، ونص معلقة كزبرة ناشفة، ونص معلقة كمون، وكمان نص معلقة ملح او معلقة على حسب بقى الملح بتاعكم.
هقلب البهارات عندي مع الجمبري والصبيط، وطبعا زي ما قلت مش هنقلب كتير، هسيبهم على النار لحد ما لون الجمبري يغير. واول لما لون يتغير هضيف عليهم الفيليه وهقلبهم مع بعض. ودلوقتي بعد ما ضفت الجمبري والصبيط والفيليه، جه وقت المكونات اللي بتدي الشوربه طعم حلو جدا. هنزل دلوقتي بالكابوريا كده في الحله ومعاها بلح البحر وجندفلي. الاسماك دي اول لما بتنزل كده مع بعض بتدي ريحه حلوه جدا. هنقلب كل الاسماك دي مع بعض تقليبه خفيفه، مش هنقلبهم كتير. بعد كده هنضيف عليها شوربه قشر الجمبري اللي احنا عملناها مع بعض. لما بنضيف على السي فود شوربه الجمبري بدل الميه او المرقه العاديه، النكهه بتفرق جدا وبيبقى طعم الشوربه غني اكتر وبيبقى طعمها حلو جدا. وانا بضيف الشوربه بحب ان انا اصفيها الاول عشان تبقى الشوربه صافيه من غير اي شوايب. والخطوه دي مهمه جدا عشان انا مش عايزه اي قشر او خضار في الشوربه نفسها، انا بس محتاجه الطعم المركز بتاع شوربه الجمبري بس. هنقلبهم مع بعض، وفي الوقت ده ممكن تدوقوا الشوربه وتشوفوا ملحها. انا حسيت ان هي كانت دلع شويه فضفت عليها معلقه ملح. بعد ما قلبناهم هنغطي عليهم وهنسيبها لعند ما تغلي. وبعد ما الشوربه غليت جه وقت احلى خطوه بتدي الشوربه طعم وقوام مختلف جدا. هنضيف نص كوبايه كريمه لباني، ودي حقيقي طعمها بيفرق جدا في شوربه السيفود وبتخلي طعمها حلو جدا. ولو الكريمه دي ما كانتش متوفره فممكن تستبدلوها ب3 معالق كبار من وش الحليب، وهتدوبوهم بس في معلقتين حليب وهتضيفوهم على الشوربه، وحقيقي بيبقى طعمها حلو جدا، بتدي نفس الطعم في الشوربه وبرده بيبقى طعمها حلو جدا. بمجرد ما بنضيف الكريمه على شوربه السيفود ما بنسيبهاش وقت كتير على النار، يعني هي حوالي من دقيقه لدقيقتين وبعد كده هنطفي عليها النار. شايفين شكلها كريمي ازاي وطعمها هيبقى غني جدا، ومش هقول انها زي الجاهزه لانها احلى من الجاهزه كتير قوي. وبعد كده هنغرفها في طبق، وبتتقدم وهي سخنه كده، وكمان تقدموها مع شويه رز صياديه بتبقى حلوه جدا. جربوها بالطريقه دي وبجد هتدعولي من قلبكم، لان طعمها بجد ما يتقارنش باي شوربه سيفود من بره، وريحتها كانت طالعه ما شاء الله جميله جدا. فجربوها وقولولي طلعت معاكم ازاي، وبالهنا والشفا على اللي هيجربها. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي، واشوفكم على خير في وصفة جاية.